ويمكن اشتكانا في اكتر من كذا جهه يعني. فما اعرفش يعني، هو ما اعرفش زعلان ليه. اولا كابتن رضا اكتر واحد بيهاجم لعيبه مصر كلها، وبيهاجم كل مدربين مصر كلهم، سواء اهلاويه سواء زملكاويه، وخصوصا الاهلي في الفتره الاخيره يعني. وحتى ده حتى بينقد الجماهير، يعني لدرجه ان هو بينقد الجماهير. فانا جبت التصريحات دي ورديت. فانا ما اعرفش كابتن رضا ليه مقموص او ليه زعلان. اولا انت حضرتك جيت قبل كده اتكلمت في تاريخك، فانا بصراحه واحد من الناس لازم اتابع، عايز اشوف التاريخ، لان انا عشت مع حضرتك ويمكن لحقت حضرتك سنه ونص يعني. فحبيت ان انا اشوفه ناس كتيره جدا، لان الجيل ده معظمه ما يعرفش، لان انا شفت 20 بطوله و25 بطوله. ففوجئت وانا يعني من خلال تواجدي في المجال ما شفتش حضرتك منتخب مصر يعني. فالطبيعي ان انا هتكلم على تاريخك وعرضته هنا على الشاشه. ما اعرفش يعني، انت عايزني اطلع مثلا اقول لحضرتك واخد مثلا كاس العالم؟ عايزني مثلا اطلع اقول لحضرتك مثلا واخد دوري الابطال؟ عايز اطلع مثلا اقول لحضرتك انت لاعب مثلا 900 الف ماتش عشان حضرتك تبقى مبسوط مني مثلا؟ انا راجل صريح، انا راجل الحمد لله واضح، زي ما الناس بتنقدني وبتقبل كل النقد، سواء بيتكلموا عني بايجابي او سلبي، بحترم الكل. في الاول والاخر يا كابتن رضا انا بتكلم معاك كوره. على العموم دي حريتك الشخصيه وكلامك وطريقتك، بس انا موضوع ان انت بتعمل كده عشان ان انا اسكت وما اتكلمش عليك، لا. حضرتك هتتكلم تصريح هتكلم عليه، اي لاعب هيتكلم في تصريح هعلق عليه، مش حضرتك لوحدك يعني. مش عامل البرنامج عشان خاطر حضرتك يعني، هي الفقره كده. وخصوصا كمان البرامج الرياضيه والتصريحات في الفتره الاخيره يعني. ما انت كمان، ما انت كابتن رضا، ما انت بتتكلم كتير، فطبيعي انت تصريحاتك تبقى موجوده. وهم كام لعيب اللي انت بتتكلم عليه، فطبيعي ان انا اعلق عليهم. وعلى فكره مش بتكلم عليك بس، انا مش عامل حلقه، مش عامل برنامج لحضرتك بس يعني، لا. انا عامل، محدش زعل على فكره. طب انا اتكلمت على كابتن احمد حسن اهو، انا بقول كابتن احمد حسن، اتكلمت على كابتن احمد حسن، واتكلمت على كابتن احمد حسام ميدو، واتكلمت على استاذ محمد شبان وكابتن شوبير وناس كتيره جدا والله. كابتن خالد الغندور، ما حدش اتقمص ولا زعل. على العموم دي حريتك الشخصيه، بس انا الحمد لله دايما يعني انا ما طلعتش مثلا حاجه هي مش موجوده في تاريخك يعني. اللي ظهر على الشاشه هنا ساعه المره اللي فاتت لما جبت تاريخ حضرتك يعني، ما الفتش مثلا، ما كتبتش مثلا حاجه من ايديا يعني. ده موجوده على ويكيبيديا، وموجوده على الانترنت، وموجوده حتى في الارشيف بتاع كل لاعب وفي السي في بتاعه. فانا ما قلتش حاجه غلط يعني، مش يعني يمكن حتى فعلا انت معظم مبارياتك كانت ربع ساعه. يمكن حتى في تقرير اتعمل من المصراوي، موقع مصراوي، وحاجه بصراحه انا واحد بحب اقرا يعني، بحب اشوف اهو. يا ريت تظهر بس على الشاشه هنا اهو يا جماعه. ده مصراوي، صفر مساهمات، ماذا قدم رضا عبد العال مع منتخب مصر. يعني كابتن رضا عبد العال اهو. المكتوبه دي كمان انا ما كنتش اعرفها، انا قلت حضرتك 14 ده على مدار تاريخ. طلع 4 ماتشات، منهم 2 اساسي ومنهم 2 بديل. وحتى يمكن في البديل قالوا ان حضرتك لعب 45 دقيقه يعني. انا واحد من الناس كنت ممكن اكون غلطان، لان انا قلت حضرتك لعبت ربع ساعه، هم مزودين لك نص ساعه يعني. انا كنت بقول لحضرتك انت اخرك ربع ساعه، لا طلع اخرك 45 دقيقه، فده حلو يعني، زادت نص ساعه، فده حلو كويس جدا. فالناس بتتكلم، هل مثلا حضرتك لما اتقال كده مثلا هتروح تشتكي الناس؟ هو مثلا الناس دي قالت حاجه غلط؟ قالت مثلا لعبت؟ ده شيء طبيعي نتكلم، ده في الاخر انا بتكلم كوره، برد على تصريحاتك، برد على تصريحات ناس كتيره جدا. فطبيعي هرد. انت مش هتقطع لساني يعني عشان ما اتكلمش يعني. ما انت بتنقد، ما فيش حد فوق النقد يعني. انت زعلان من نقدي ومن زعلان ان انا برد على تصريحاتك، ومش زعلان على النقد اللي انت بتنقده لكل الناس. ده انت ما سبتش حد غير لما قطعت فيه، ما سبتش حد غير لما فرمته، لدرجه ان انت وصلت للناس ان انت ميسي يعني. انت وصلت للناس ان انت رافع كاس العالم ورافع دوري الابطال ورافع عارف انت اللي هو مثلا يعني حسستنا ان هو ميسي، بس حضرتك ميسي بتاع مصر، ومعاك 3 افريقيا، لعب كاس عالم. ده انت كابتن ما لعبتش غير 4 ماتشات بس يعني. يعني هو ده التاريخ كلها. ما انا بقى الحمد لله الواحد 76 ماتش ولا 77 مباراه و5 اهداف مع المنتخب و2 افريقيا. لعبت 3 افريقيا، منهم 2 2006 و2008. انا كسبتهم مع المنتخب. اطلع بقى اقطع في الناس لما باجي اتكلم يا جماعه، عشان برضو ما حدش يتقمص. انا لما باجي اتكلم بتكلم كوره والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم حاجة لما تطلع تتكلم كورة زي ما أنت قلت.
رضا عبد العال لما بيتكلم ما بيتكلمش كورة، بيتكلم بأغراض وأغراض واضحة وصريحة ومحددة وبأهداف وأجندة كلنا شايفينها بعينينا. دي مشكلة رضا عبد العال. رضا عبد العال ليه كاريزما وله حضور، ده مش بننكره. ورضا عبد العال اسمه حاليا ترند على السوشيال ميديا، ده مش بننكره. ولكن لما بيجي يحلل ما بيحللش فن، بيخبط ويرزع يمين وشمال وكلمة من هنا على كلمة من هنا، واخبط وارزع واديها ترند وعلي وانا اعلي وراه. دي مشكلة رضا عبد العال، عشان كده خسر كل جماهيريته اللي موجودة او اللي كانت موجودة عند كل الاهلاوية، وانا واحد منهم. انا طول عمري كنت بحب رضا عبد العال من قبل ما يجي النادي الاهلي. لما جه النادي الاهلي طبعا حبيته اكتر. لعب سنة كويس، سنة ونص، وبعد كده بقى دكة طول الوقت، وزنه زاد، انتاج مفيش. في الاخر بعد 5 سنين مع النادي الاهلي روح. بعد الاهلي ما بلوش حس ولا كرامه، واختفى من على الساحه لمده تقرب من 20 سنه من بعد اعتزاله. ظهر مع بطوله كاس العالم 2018 لما خبط له كام تصريح وخيشه وبقى ترند. ومن ساعتها ظهر رضا عبد العال، وقلنا قبل كده ده رزقه ما تسالش عن السبب. في الرزق ما تسالش عن السبب. من ساعتها رضا عبد العال بعد ما كان منسي وكل الناس او اغلب الناس نست حد اسمه رضا عبد العال، خاصة إنه في مجال التدريب اللي امتهنه بعد كده أثبت فشل ذريع في كل نادي دخله رضا عبد العال. ما ثبتش أي أمارة مع أي نادي مسكه. ما ضربش دوري ممتاز إلا مرة واحدة تقريبا مع طنطا، وإحنا كلنا عارفين إنه ما كملش كام ماتش وزحلقوه. فمشكلة رضا عبد العال إنه دايما بيستلم النادي الأهلي وبيستلم لعيبة النادي الأهلي. النادي الأهلي أكبر شعبية في مصر، وأكبر شعبية في الوطن العربي، وأكبر شعبية في أفريقيا. فهيلاقي 100 لسان ولسان هيردوا ويدافعوا عن النادي الاهلي، واحنا من ضمن الالسنه اللي بتدافع عن النادي الاهلي بالحق مش بالباطل. مشكله رضا عبد العال انه لو التزم منهج واضح وصريح في تحليله كلنا هنرفع له القبعه، خاصه انه ليه كاريزما وحضور ودمه خفيف ومسلي. فبنقول لك يا رضا عبد العال، وقلناها لك قبل كده، راجع نفسك وراجع اسلوبك. مش هتعيش طول عمرك على الترند. ما تسببش كراهيه ليك في الوسط الرياضي من جماهير النادي الاهلي. انتقد بوعي وعن طريق دراسة أفضل من اللي أنت بتعمله ده. كنت أهلاوي أصيل، كنت من عشاق الرياضة المصرية. دين لك واشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.